اسمي هدى جرانت. حاليا بمر باختبار بعتبره اختبار جميل جدا. انا عندي كانسر ابتدى معايا من السنه اللي فاتت، بس انا جاي النهارده بحكي معاكم عن اختبارات بعدي بيها مع الرب، ازاي هو بيعديني لحظه بلحظه، شايلني فعلا كل يوم. ابتديت اكتب تدوينات، سميتها تدوينات من الاتون. الفكره جات لي من الفتية الثلاثه في سفر دانيال أصحاح 3. والكلمة اللي أثرتني من الرغم من أن أنا قريت حكاية الفتية الثلاثة دي عشرات المرات هي كلمة يمشون. كلمة يمشون دخلت جوه مخي وخلتني أبتدي أركز في إزاي الرب ماشي معايا الرحلة دي من أولها لحد دلوقتي. أنا لحد دلوقتي بتعالج وبشكر ربنا على الاختبار الجميل ده، وأنا بسميه اختبار مش تجربة، لأن التجربة من إبليس لكن الاختبار من الله. ممكن ما نتلسعش بالنار وإحنا في الأتون. هقرأ معاكم آيتين من سفر دانيال أصحاح 3 بتقول: حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا، فأجاب وقال لمشيريه: ألم نلقي 3 رجال موثوقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: ها أنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. المشهد اللي كتبه النبي دانيال مشهد فوق كل تصور أو خيال. باختصار اللي ما يعرفش الحكاية دي، هي حكاية أبطالها 3 فتيان قرروا ما يسجدوش ولا يعبدوا إلا لإلههم اللي بيعرفوه وبيحبوه وعارفين قيمته وسلطانه وجبروته ومحبته ليهم. النتيجة إن نبوخذ نصر ملك أعظم دولة وقوة عالمية في الوقت ده أمر برميهم في أتون النار، لأنهم ما سجدوش لتمثاله اللي من الذهب. الأتون كان محمى أضعاف مضاعفة، لدرجة إن رجالته العتاولة اللي ربطوهم بالحبال التخينة والشديدة هم نفسهم اتحرقوا وهم بيرموهم جوه الأتون. بعد لحظات نبوخذ الملك العظيم شاف منظر جننه. قرب من الأتون اللي واضح إن واجهته كانت إزاز، وكان متوقع يتمتع وهو بيشوف ناس بتصرخ وتتألم وتموت على طول. لكن المشهد اللي حيره، شاف انه الفتية 3 وهم مفكوكين من الحبال المحروقة مش واقعين على رجليهم، لكن واقفين بلبسهم بالكامل وبيتمشوا مع إلههم اللي بيعبدوه واللي حطوا ثقتهم فيه وقرروا يتبعوه هو ويسجدوا له وليس لآخر. ممكن ما نتحرقش بنار الأتون المحمى، بس لو قررت تختار انك تحط الرب في المشهد معاك. أنا قررت أدعي ربي وإلهي يسوع المسيح في وسط الأتون. حالياً أنا بتمشى معاه زي الفتية، وده فارق جداً معايا ومع عيلتي وأصحابي. إني أدخل الأتون ده مش اختياري، لكن اختياري إني أطرد الخوف والقلق، واختياري إني أنظر وأبص وأحط ثقتي في يسوع، واختياري إني أدخله في الكدر، واختياري إني أمسك فيه وأخليه معايا طول اليوم. أنا لوحدي ما أقدرش أعمل كده، بس يسوع يقدر بسلطانه وقوته إنه يطرد كل خوف وقلق وألم. حتى وإحنا في وسط نار التجربة زي ما عمل مع الفتية زمان، هو ما زال بيعمل النهاردة، لأنه مش بيتغير. هو أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. يسوع يقدر.